السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جايه اكلمكم في موضوع مهم جدا. انا ببيع حاجات زي اونلاين كده، على النت. بس يعني مش شغاله قوي، يعني حاجات بسيطه كده. كل ما بتجيلي حاجه مثلا بجيبها، لبس بيتي مثلا، بيجامات، جلاليب، عبايات، الحاجات دي. فانا نزلت البرواز ده، نزلته. واحده طلبته مني، واحدة طلبته مني، فأنا نزلته. واحدة طلبته مني، وأنا جبته لها. كنت بنزل الحاجات دي، لسه منزلاها جديد عشان هي ترند وكده، فقلت أجرب كده وأنزلها. فرحت منزلاها، واحدة طلبته مني، فأنا رحت جبته. بس الحاجات دي علشان نحاس كده. الحاجات دي أصلا بصوا، نحاس، كلها كده نحاس، خامتها حلو. فهي أصلا الحاجات دي غالية أوي من هناك. فانا انا ما بحطش نسبة كبيرة مثلا عشان الحاجة تبقى عشان ابيعها. انا بحط مثلا 20 جنيه، مش عارفة 10 جنيه، 25 بس على الحاجة. فانا رحت جبته لها. بعد ما جبته لها رحت انا مكلماها، قلت لها انا جبت لحضرتك الحاجة وكده، لو تحبي تاخديها. وقلت لها على المقاس، وقلت لها على كله. بس قلت لها على المقاس. فانا لما رحت جبته لقيته مقاسه اقل 5 سنتي في الطول و5 سنتي في العرض. فقلت لها برضو، قلت لها حضرتك انا رحت جبته، فلقيته اقل من المقاس اللي انا كنت قايله لك عليه، 5 سنتي في الطول و5 سنتي في العرض. فقالت لي خلاص ماشي، مفيش مشكله، انا هاخده منك. فرحت فقلت خلاص مش هي. بس هي قالت لي انا رايحه عند مامتي دلوقتي، و ولما اجي ان شاء الله هكلمك وهتصل بيكي واقولك نتقابل وتسلميهولي. قلت لها ماشي. فانا رحت استنيتها تكلمني، ما كلمتنيش. انا كلمتها قالت لي لا، معلش خلاص مش عايزاه، معلش تعبتك معايا. فده كده مش يعني كده ده ينفع؟ مش هينفع والله. لان انا الحاجه دي اول مره انزلها، واول مره حد يطلبها مني. فانا بجيب الحاجه بالطلب، عشان اللي يطلب مني بروح اجيب له الحاجه. مش بجيب الحاجه وبركنها جنبي هنا. اللي يطلب مني الحاجه بنزل الاول الصور، واللي يطلب مني الحاجه بروح اجيبها. بس بعد ما جبته لها تقول لي كده. انا بصراحه ما رضيتش اكلمها، قلت لها خلاص تمام ماشي، وسكت. ما رضيتش اتكلم معاها، اكتر معاها في الكلام ولا اي حاجه. سكت خلاص. بس انا بصراحه اللي ضايقني ان انت مش عايزه، قلت لي ليه هاتيه. بعدين انا بجيب الحاجه بالطلب. انا رحت جبته وجبتهولك، ليه تقولي لي؟ ودي الحاجات دي ما بتطلبش كتير لانها غاليه اصلا، ان هي اصلا غاليه، فمش اي حد بيطلبها. بس والله فالواحد اتضايق بصراحة. فانتوا بقى، انا عايزاكوا تقولوا برضو رأيكم ايه في اللي انا بقوله ده. ان ينفع كده مثلا لما حد يطلب حاجة من حد بعد ما يجيبها له ترجع تقول لا مش عايزاها؟ عارفة لو الواحد فاتح محل وعنده الحاجات دي اقول لك ماشي، اقول ماشي هيتحط في المحل. بس مفيش محل، انا ببيع اونلاين، والناس برضو مش كتير بيطلبوا مني. واحد عايز يشتغل عشان الدنيا غالية، ولما بيصدق بيجيب الحاجة عشان خاطر تتباع، والدنيا غالية أصلا. فأنا كده ده جبته والله العظيم اتركن وغالي وأنا كده حطيت الفلوس، حطيت فلوسه كده، اترموا يعتبر في الأرض. بس فأنا عايزاكم تقولوا رأيكم برضو في الكومنتات. تقولوا لي رأيكم في الكومنتات ايه، أنا بتكلم صح ولا لأ؟ يعني من حقي أزعل مثلا من الموقف ده ولا ما أزعلش؟ عايزاكم تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. و... وبس كده. شكرا.